اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة على عيونكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. بس قبل ما نبتدي ونشوف اللي احنا عملنا العظمة دي ازاي، نصلي على الرسول وما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. النهاردة عملنا الكبدة البانيه، عملناها بالردة. بصراحة حاجة كده مش قادرة اوصفها، حاجة كده خرافية يعني. بصراحة وجبة تحفة وجميلة. بصراحة انا والله العظيم انا بصراحة ادمنتها كده. وعملنا لها تتبيلة بقى مش قادرة اوصف لكم، وقليناها بطريقة صح. وممكن كمان العادي الوجبة دي ممكن تعمليها بنفس التتبيلة وتشويها في الفرن، مفيش اي مشاكل. لو بتحبيها مشوية او عايزاها دايت او اي حاجة كده. وعملنا معاهم حبة سلطة طحينة. شايفين منظر الكبدة البانيه بانيه بانيه يعني. وعملنا حبة مكرونة بالصلصة كده، حاجة كده ما شاء الله يعني، بألف هنا وشفا على كل اللي أكل. وممكن زي ما انت شايفاها كده جربتها في السندوتشات، ممكن تاكليها في المكرونة، مفيش أي مشكلة. بصراحة كده يلا قبل ما نبتدي نصلي على الرسول ونعمله اللايك الجميل وكومنت حلو زيكم كده، واشتراك في القناة لو مش مشتركة يا ست الكل. وكده نبتدي تحت معايا هنا بهارات. معايا كمون، معايا كزبرة، معايا ملح، معايا توم بودر، بصل بودر، فلفل اسود فقط لا غير. توم بودر، بصل بودر، كمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود فقط لا غير. ونزلت عليهم بليمونتين، بعصير ليمونتين، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الخل ومعلقة توم مفروم. لو مش عندك توم مفروم ممكن تفرمي فص توم كبير كده. وحطيت ظبطت الملح بتاعهم وخلاص كده تمام. ومعايا هنا نص كبدة شرايح. انا بقولك جزارة من هذه شرايح بانيه زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى سمكها حلو كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت بالكبدة في التتبيلة بتاعتي دي، وهسيبها لمدة ساعتين. ممكن تعملي الحركة دي من بالليل، تبقى شاربة من التتبيلة وتبقى جميلة بصراحة. يعني بصراحة كانت الريحة وانا بعمل التتبيلة اقسم بالله ريحة ما شاء الله. انا سبتها كده ساعتين وقلت هنعمل حبة مكرونة بالصلصة كده. معايا حلة فيها مية مغلية، حطيت حبة زيت وحبة ملح، ونزلت بكيس مكرونة كده وهسيبه يستوي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص المكرونة استوت معايا، انا ما بحبهاش مستوية قوي. وبعد كده في نفس الحلة شطفناها بقى، وجبت حبة زيت وفص توم مفروم ونزلت احمرهم كده. ومعايا شفشق من الطماطم يعني نص كيلو طماطم على حسب كمية المكرونة. خلاص كده اتحمصت، ونزلت بمعلقة كزبرة. وبعد كده نزلت بشفشق الطماطم. ممكن تعمل الحركة دي ببصل عادي مفيش مشكلة، بس انا بحبها بتومة بتكون خفيفة احسن من البصل والتسبيك وكده. كده خلاص المكرونة خلصت معايا وسبت الصلصة تتسبك. وبعد كده معايا هنا نص كوباية من الردة او كوباية، ومعايا نص كوباية دقيق، يعني كمية الردة نصها دقيق. ومعايا معلقة كبيرة من النشا بس فقط لا غير. طبعا التتبيلة قعدت الكبدة قعدت ساعتين في التتبيلة. ممكن تعملها من بالليل بس انا كنت مستعجلة زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل في قلب بالكبدة في قلب الخليط اللي انا عملته اللي هو الردة والدقيق والنشا. وهفضل ادوس كده واتبل الكبدة كأن بتعملي بانيه بالظبط، عشان الكفر بتاعها ما يفكش. بدوس على القطعة كده زي ما انت شايفة عشان الكفر بتاعها ما يفكش. وهفضل اعمل الحركة دي في كل الكمية اللي عندي. شايفين انا بحطها في قلب الردة وبدوس عليها ازاي، وبعد كده بنفضها كده عشان ميبقاش فيها اثر زيادة ردة او دقيق او اي حاجة والزيت يتحروق معايا. وزي ما انتوا شايفين كده وهخلص كل الكمية. وبعد كده هنطلع على الزيت هنشوف هنقليها ازاي. بصراحة طالعة مقرمشة اقسم بالله ودايبة، وريحتها كأنك في مطعم رايحة تاكلي كبدة مشوية في مطعم او كبدة مقلية بانيه في مطعم. كانت بصراحة ريحتها قلب الدنيا اقسم بالله، وكان طعمها خرافة. ومعايا هنا طاسة نزلت بيها بشوية زيت حلوين كده. وبعد كده هنزل ممكن تعملي الحركة لو انت مش مستعجلة تتبليها وبعد كده تعملي لها الكفر وتحطها في الفريزر قد ساعة كده.
بس انا كنت مستعجله وما فكش معايا ولا اي حاجه. ونزلت ببهارات الصلصه، حطيت بابريكا، حطيت كمون، حطيت ملح، وسيبها تسبك مع نفسها. بس الكفر اهو ما فكش منها ولا اي حاجه، اقسم بالله. زي ما شفتوها كده في اول الفيديو، شايفين الكفر ما فكش ولا اي حاجه. اعمليها بالحركه دي، وممكن ترصيها كده على شبكه وتحطيها في قلب الفرن، بتبقى مشويه وجميله. وكده خلاص الصلصه خلصت معايا، ونزلت بالمكرونه فيها وخلاص كده تمام. مكرونه اول حاجه جهزت معايا، وهخلص كل كميه الآلية دي وبعد كده هتشوفوا النهايه ان شاء الله زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. بصراحة كانت وجبة حلوة وممتازة. جربي الكبدة بقى، خلاص بلاش اسكندراني عملناها اسكندراني، عملناها بالبصل، قلنا بقى نغير كده شوية نعملها بانيه. عملنا حبة سلطة طحينة وحبة سلطة خضرة كده، حاجة ما شاء الله. وكده بقول لكم خلاص تمام كده. اخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم.